تفتكر إيه اللي بيحصل لما شركتين عمالقة يدخلوا في حرب علشان يسيطروا على وقتك، خيالك وطفولتك كمان؟ دي مش حرب أجهزة، دي حرب عقول. النهاردة هنحكي قصة حرب الألعاب بين بلاي ستيشن وإكس بوكس. مين بدأها ومين بيسيطر دلوقتي؟ لو لسه ما شفتش الحلقات اللي فاتت من سلسلة حروب البراندات، دوس على بلاي ليست وشوف المعارك اللي قلبت السوق. ويلا بينا نبدأ. في نهاية التسعينات كانت سوني عاملة انقلاب في عالم الألعاب. أول بلاي ستيشن نزل برسالة جديدة تماماً: الألعاب مش بس للأطفال، الألعاب للجميع. وفعلاً الجهاز دخل ملايين البيوت وبقى رمز للمتعة والتجارب الجديدة. ومع نجاح PS1 و PS2 سوني سيطرت على السوق تماماً. لكن في سنة 2001 عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت قررت تدخل اللعبة. نزلت إكس بوكس مش بس كجهاز ألعاب، لكن كمنصة جديدة بتربط الناس أونلاين لأول مرة. وبدأت الحرب. بلاي ستيشن ركزت على الإبداع والعاطفة. ألعاب حصرية أسطورية زي God of War، Uncharted، The Last of Us. ألعاب بتحكي قصص وبتخليك تعيش تجربة. أما إكس بوكس فاختارت سلاح تاني: التكنولوجيا والخدمة. قدمت إكس بوكس لايف وبعدها جيم باس اللي قلبت المفهوم كله. نتفليكس للألعاب، تلعب اللي انت عايزه وقت ما تحب من غير ما تشتري كل لعبة. الإعلانات كانت حرب نفسية حقيقية. كل شركة تلمح إنها الأقوى والأذكى والأكثر فهماً للاعبين. والجيمرز نفسهم اتقسموا: تيم بلاي ستيشن وتيم إكس بوكس، كل واحد عنده عقيدته. النهاردة بلاي ستيشن لسه متفوقة في المبيعات بفضل ألعابها الحصرية، لكن إكس بوكس عندها خطة طويلة المدى: خدمات سحابية، اشتراكات، واستحواذات ضخمة زي أكتيفيجن بليزرد. الحرب دي ما بقتش عن الأجهزة، بقت عن مستقبل الصناعة كلها. هل هنفضل نشتري أجهزة ولا نلعب من أي مكان على السحابة؟ الدرس هنا بسيط: أقوى منافس ليك مش اللي بيقلدك، لكن اللي بيشوف الصورة بطريقة مختلفة تماماً. وده بالظبط اللي خلى حرب بلاي ستيشن وإكس بوكس تفضل مستمرة لحد النهاردة. قولي في الكومنتات، انت تيم بلاي ستيشن ولا تيم إكس بوكس؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك علشان تتابع باقي سلسلة حروب البراندات، لأن الجايات فيها معارك أقوى بكتير.